حسب ما يرتضيه الكفيل. أحيانا لازم يكون العميل داخل. إذا كنت لا تعلم أن الحوثي عميل فكري وعقائدي للمشروع الإيراني فهذا شأنك يا أخي، راجع حساباتك. أما دعم غزة، أتحداك أن تأتيني بفائدة واحدة جنتها غزة من الحوثي. لا يستطيع عبد الملك الحوثي نفسه. فائدة واحدة، علبة ماء. أتحداك أنك تقول لي الحوثي دخل علبة ماء لها الغزة، ولا رصاصة واحدة لها الغزة. ما فيش، كلها متاجرة. مثل رئيس الجزائر طلع من البلكونة مثل الذي بينشر قال القضية فلسطينية ودق صدر الناقة، يا حليب الناقة لعن ابو من ذاقة، سر وارجع يا جمالي. قال لهم تبون، قال له واحد القضية فلسطين، قال فلسطين اطمئن وعندي. ماذا فعل؟ إذا كان قطع البحر دعما لغزة، فلماذا لا تقطعه الجزائر؟ يلا الجزائر خرجوا أساطيلكم واقطعوا البحر الأبيض المتوسط. يعني من فضلك يا أستاذ أسعد، لو سمحت، من فضلك الجزائر لا. أنا عندي ما فيش فتح الميكروفون. إذا لك حق اكتب لي في التعليق ممكن مداخلة وأنا أعطيك مداخلة، أما تفتح وأنا أتحدث ولا واحد آخر يتحدث ممنوع، أرجوك أخي صالح. إذا كان قطع البحر الأحمر للحوثي شرف، لماذا تبقى الجزائر بلا شرف؟ ألستم تدعون أن فلسطين قضيتكم؟ يلا اقطعوا البحر الأبيض المتوسط. وأكثر السفن عدلت مسارها من البحر الأحمر إلى البحار الأخرى. يلا يا جزائريين ورونا، ادخلوا البحر الأبيض المتوسط واقطعوه على السفن الإسرائيلية. ما يقدروا يعملوا شيء. والحوثي في تحركاته في البحر الأحمر لم يفعل شيء. شوف، أنا سأعيد كلاما أتمنى الأخ شوقي والأخ صالح يفهموه. الأخ صالح، نعم، شوقي قد سمع. التشيع والعسكر كلهم صناعة فرنسية، لذلك هذا الانسجام الذي ترى بين العسكر الجزائريين وشيعة الشوارع هو انسجام من الكفيل، من المربي، من الداعم، من الكفيل الفرنسي نفسه. ليس حلفا اقتصاديا ولا سياسيا بل روحيا، لأنهم رضعوا من نفس الكلبة فرنسا. لازم أنتم تخرجوا من بوتقة يا أخي صالح الإصلاح الانتقالي. هذا شغل، سامحني، شغل عيال. اقرأوا المشهد بشكل كبير، اقرأوا خارطة التحالفات. لماذا النظام الجزائري يدعم الحوثي؟ لماذا؟ رغم أن الشعب الجزائري سني ما هو شيعي. نعم، التشيع الآن بدأ يغزو الجزائر، لكن في أغلبه هم متدينين تمام. يعني يقصد لك، يعني ما فيش فيهم عندهم عقيدة سليمة، هم مالكيون سنة. ومع هذا يطلع لك مثل هذا الذي تحت ستسمعه بعد قليل، كازانوفا، سيبرر دعم الحوثي بحجة ماذا؟ البحر الأحمر. لكن أنا أؤكد لكم هم يدعمون الحوثي قبل البحر الأحمر، وسيدعمون الحوثي بعد البحر الأحمر. البحر الأحمر وغزة يافطة الآن. كل الناس يتاجر بغزة، حتى النهابين. أنت اليوم إذا تريد تسرق فلوس افتح لك لايف وقول تبرعوا لغزة ونهبهن. اليوم رفع علم إسرائيل، ما عقد الناس بيتاجروا بها يا أخي، أكثرها متاجرة من حيث الأساس. طيب ابقوا معي كلكم. تفضل يا أخي كازانوفا، خلينا نطلع مجموعة أخرى. تعطيني مداخلة من فضلك، اللي بكتب لك ما بعطيك يا أخي، بعطيك دقائق. بوت كلمت على الجزائر وانت تكلمت عن الرئيس الجزائري تبون. هو تبون، انا اقول لك هو رئيس الجزائر هو سيدك، وجامي غادي توصل الى المرتبه اللي راه فيها الرئيس الجزائري. انت لا شيء مع الرئيس الجزائري ومع الجزائريين، انت لا شيء، لانك تريد تقزيم الجزائر. انا اقول لك تقول ان الجزائر نظام شيوعي، وفي نفس الوقت تقول ان الجزائر تابعه للليبراليه الفرنسيه. هذا هو الحماق، هذا هو الهبال، هذا هو زعما العبط هو هذا. كيف انت الشيوعيه هي معارضه، هي عدو الليبراليه، وتقول الجزائر نظام تابع للشيوعيه لروسيا وتابع لفرنسا. وحنا نشوفوا فرنسا النظام الغربي
يحارب النظام الشرقي. انت عبيط يا اخي، هذا عبط رايح تردنا، شبعتنا نخاله. لا تستهزأ بعقول الناس. الجزائر بنفس الوقت بتقول شيوعيه وفي نفس الوقت تابعه ليبراليه. انا نقول لك يا اخي، الجزائر لا تدعم احد على احد. الجزائر سياستها واضحه امام العالم اجمعين. الجزائر لا تدعم احد عن احد. الجزائر مواقفها مبدئيه، ونحن لا نتدخل في شؤون اي بلد. انت تريد من هذا اللايف ان تقنع اليمنيين ان الجزائر عدوه. هذا هو المبتغى نتاعك. تريد ان تقنع الشعب اليمني ان الجزائر هي من دمارة اليمن، والجزائر هي ما قلت يا اخي. لا معناتها شو يا اخي اوف والله كلامك انت اسمع. انا اشتكيت. خليني شو ما تقاطعنيش يا اخي، الله يحفظك. لو سمحت يا ودي خليك مالك يا اخي لو سمحت. لا شد الصف. هات الجديد. الجديد. انا لم اقل انك دمرت اليمن ولم اقل شيء. انا سؤالي محدد باللي سبب باللي متآمرة على اليمن. اسمعني يا اخي اسمع. لماذا تدعمون جماعة الحوثي الخمينية الإمامية؟ هذا هو سؤالي. ما قلت انت دمرت، ولا تقدر تدمر. انت اصلا ما تقدر تدمر. انت يلا انت تتعامل مع ابراهيم غالي وبوليزاريو، تجي عندنا ندفنك وندفن اللي خلق. هذوك احرار، هذوك ناس احرار لا يريدون. خليك في هذا الامر. لكن ما تدينيش لطريقك. احنا تقول نحن الجزائر. لحظه يا اخي لو سمحت سد لي المايك. علاش تشوش يا اخي؟ علاش؟ انا نقطه نظام، اعتبرها نقطه نظام. والله ما اشوش. انت قاعد تقول كلام والله ما يقوله شوشع. بس سد المايك دقيقه لو سمحت. سده وخليك تكمل. شوف، أنا لم أقول الجزائر خربت اليمن، ولم أقول الجزائر تدعم الحوثي. أقول النظام الجزائري. إذا أنت اليوم مسلم جزائري سني، خليك شجاع واطلع قل اللهم إنا نبرأ إليك من شيعة الشوارع الحوثيين الذين قتلوا اليمنيين ويحاصرون اليمنيين. اطلع قولها. لا تبرر تبون. خليك جزائري تملك عقلك، تملك فكرك. قل اللهم إنا نبرأ إليك من الشيعة الروافض الاثنا عشرية الإمامية القبيحين هذول. هكذا ما تتلف وتدور. قال لك كيف فرنسا معنا ونحن شيوعيين وهي رأسمالية. هي ما يهمها تكون حتى مسلم إسلامي، ما دمت أنك تذعن وما دام أنها تسيرك فلتكن شيوعيا اشتراكيا شيعيا. هاي تمشي الشيعة. فلماذا تدعم فرنسا الشيعة وهم يدعون أنهم مسلمين؟ ليس بالضرورة أنه فرنسا تجي تقول لك يلا تفرنس، يلا كن رأسمالي مثلي، يلا كن ليبرالي. لا كن حتى الجن الأزرق. ما دام أنك تدير سياستها وأنك خاضع لها وأنك مجرد أيالة جزائرية ومقاطعة جزائرية فلتكن ما شئت، حتى لو تكون مسلم وحتى لو تكون شيعي. حاول لا تخربطش في المفاهيم. شوفوا للمرة